أنا أسهل من التضحيات ما عندي. التضحيات احنا موجودين مشاريع للتضحيات. والله اللي يريد يحرق كركوك لا أحرقه بنص كركوك كائنا من يكون. والله اللي يتلاعب بأمن كركوك والله لعب بعداد عمره، لعب بعداد عمره. المرحلة هذه راح تؤثر على السلم الأهلي داخل المدينة، وأنا كل شيء أقبل الأمن ما أقبل أن يتأثر. يعني أقبل أنه يتعاركون اثنين بالشارع، تصير قضية بين موظف وموظف، لكن أما أن الموضوع يتحول إلى معركة بين القوميات هذا موضوع مرفوض. وكل من سيحاول أنه يعني بشكل من الأشكال يحاول أن يدفع هذا الاتجاه راح أحاكمه بتهمة الإرهاب. الإرهاب مو فقط الدواعش، الإرهاب من أجي أخلي المواطنين يتقاتلون بيناتهم، الإرهاب من أجي على البيت وأنا أبو البيت قاعد بيه وأجيب نار وبنزين ودير وأحرق ببيتي، من أحرق ببيتي وبعدين لا أسأل نفسي ليش احترق، أنا حرقته. والله اللي يريد يحرق كركوك لا أحرقه بنص كركوك كائنا من يكون. والله اللي يتلاعب بأمن كركوك والله لعب بعداد عمره، لعب بعداد عمره، وما راح يلقى غير أنا بوجهه وأنا بأقصى الإجراءات القانونية. فاللي يريد يلعب خليه يلعب وخليه يشوف، خليه يجرب. أنا خلي شلون كد اختبار النفسي يقول أنا مقابل علي الفرج ويشوف أنا وراه أشوفه منو هو ومنو علي الفرج بالقانون ووفق الضوابط. اللي يعرض اليوم على القتال بالمدينة غلطان. ما طول أنا موجود وما طول هاي الناس الطيبة موجودة ما راح يصير هذا الحكي. أنا أسهل من التضحيات ما عندي. التضحيات احنا موجودين مشاريع للتضحيات. فدا أقول أنا ماكو اللي يحاول يلعب بأمن المدينة كائنا من يكون من أي مسمى كان. والله لا لعب بعداد عمري. المدينة زينة وآمنة والناس آمنين، وهذا كله بجهود وبتضحيات، تضحيات من الشرطة، تضحيات من المدنيين، تضحيات من الحشد، تضحيات من الكراد، تضحيات من العرب، تضحيات من التركمان.